السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده اول فيديو من سلسلة سر الصنعة، والسلسلة دي هعلمك فيها كمية افكار اقسم لك بالله ان في افكار فيها مدفوعة، وانا في السلسلة دي جايب لك فيها معلومات بفلوس والله العظيم. فقبل ما نبدأ في اي حاجة، النهارده اول حلقة بعنوان شر وخير. الخدعة دي اسمها كده علشان زي ما هتشوف قدامك كده في الفيديو. يقول لك مرة ولد وبنت وشايب من عيلة كويسة اتعرفوا على ولد وبنت وشايب بس من عيلة مش كويس. دلوقتي هما لو دخلوا وسط بعض قرروا يتعرفوا على بعض بالشكل ده، دايما المشاكل بتفرقهم تاني وتخلي الطيبين لوحدهم والأشرار لوحدهم. وزي ما انت شفت الخدعه، قبل ما نشوف بقى الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها تحت في الديسكربشن، وبالاخص انستجرام تعمل لي فولو هناك علشان خاطر انا هناك باخد راي المتابعين في حاجات كتير جدا، وبسمح للناس انها تسالني وبجاوب عليهم في الستوريز. ولو انت حابب تشتري خدعه مدفوعه هسيب لك برده لينك الستور بتاعي تحت في الديسكربشن لو عايز تشتري اي خدعه مدفوعه من الخدع بتاعتي. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. دلوقتي ندخل لجزء الشرح. لازم تجيب 3 كروت من النوع الاحمر و3 كروت من النوع الاسود، خلاص. وتحفظ السكريبت اللي انا قلته. عايز تغيره ممكن مثلا تجيب برضو 3 كروت حمر و3 كروت سود وتقول الزيت والميه مثلا. وطبعا الزيت والميه ما بيختلطوش، وتحطهم بين بعض كده، وبرضو بعد ما تعمل كده يتبدلوا. طيب ايه السر بتاع الخدعه دي؟ بالراحه خالص، كل اللي انت محتاجه حركتين بس. بعد ما تجيب الولد والبنت والشايب في ايد هتمسكهم بالشكل ده كده، خلاص. وولد وبنت وشايب في ايد هتمسكهم بنفس الشكل كده، تمام. ركز عشان في حركتين هما اللي هيحصلوا بس. وانت بتتكلم وبتقرب الكروت دي من بعض، ده بيبقى شكل الكروت من ورا، تمام. ده بيبقى شكلها من ورا، يعني انت عندك 3 كده و3 كده، خلاص. وانت بتتكلم وحاطط الكروت على بعض بالشكل ده، هتيجي بصابع الوسطى في ايدك اليمين تسحب الكارت ده، وبصابع الابهام في ايدك الشمال تسحب الكارت ده. بس ده كل اللي حصل. وبعد ما تسحب تفرقهم عن بعض، هتاخد كارت هنا، كارت هنا، وكارت فوق. الناس مفكرة ان هم ميكست او متلخبطين، بس في الحقيقة بص، لو جيت تضم سناب هتلاقي الحمر لوحدهم والسود لوحدهم. تاني مرة سريعة، هتمسك دول كده ودول بالشكل ده كده اهو، تمام. وانت بتقول هنا حمر وهنا سود، هتقرب دول من بعض، هتيجي بس بالوسطى هنا على اول كارت في الشمال، في نفس الوقت الابهام هيكون على اول كارت في اليمين، فاهم كده؟ يعني ركز على الصابع ده الوسطى بس في ايد اليمين، هو ده الوحيد اللي عايزك تركز عليه عشان ما تتلخبطش. والشمال عايزك تركز على صابع الابهام، الكارت الاول من اليمين، من الحمر. يبقى هنا الوسطى اللي في ايد اليمين على الكارت الاول من السود، والابهام على اول كارت من الحمر، خلاص، في ايد الشمال. كل اللي بيحصل حركة واحدة بس اهو، بسحب دول كده. بعد كده دي الحركة التانية اهي، هضم سناب 1 2 3 حمر، 1 2 3 سود. يعني بعمل كده، بده بعمل كده، وبده بعمل كده، بسحبهم عكس بعض بس. وانا بوري بنزل بسحب عكس بعض، وابدا احط الكروت سناب ضم. وبس كده، دي كانت جرعه سحريه بدون اثار جانبيه. متنساش تعمل لايك واكتب لي كومنت عجبتك ولا لا، واكتب لي افكار انت عايز ايه الفيديوهات الجايه.